مساء الخير، اهلا بيكم في بودكاست طبقك طبقنا. انا سوزان مختار ومعايا احمد طلعت. اهلا بيكم واهلا بضيفنا العزيز اللي انا بعتبره اخويا وصديقي وصديق عمري واستاذي، وهو اللي كان السبب ان انا اخش التمثيل. معرفش ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه. كل حاجه حلوه في حياتي حصلت كان هو شريك فيها، كل حاجه انبسطت فيها في حياتي كان هو جزء منها. من اكتر الناس اللي غيروا حياتي حتى الان صديق عمري، المنتج العظيم والكاتب الكبير اللي انا بعتبره اهم كمان من انه منتج، المنتج محمد حفصي. سلام على التقدير بجد. منورنا. انا مبسوط ان انا معاكم يعني. احنا اسعد. انا اول مره اعرف ان انت اللي اكتشفت توتي، مش عارفه. يعني انا مش ما اقدرش اقول اكتشفته، بس انا كان شفت يعني فيه التالنت. اصل انا بشوفه على طبيعته من ساعه ما عرفته، وعارف ان هو شخصيه فيري سبيشال. يعني وهو اصلا كان عنده، بقى اكتشفت ان هو كان عنده الرغبه، بس هو ما كانش عارف. يعني هو كان عايز، بس هو كان ايه، مكسر. عمره ما واخد الموضوع جد. كان مستني حد يكتشف. يعني مهم. انا اكتشفت حاجات تانية مش بس التمثيل والله. ربنا يستر فيه رقابه. ايه بقى تاني، ايه بقى تاني؟ مواهب حابين نعرف تانية. ايه قصدك؟ عنده اكتشفت مواهب كتير الاخرى. يعني، مش بس هو التمثيل. متعدد مواهب. والطبيخ طبعا. دي حقيقه. طب محمد، هنحاول ان انا هكلمك على يعني مش عارف الاجابات. فايه علاقتك بالاكل؟ علاقتي بالاكل تقريبا بترجع ل 49 سنه، اللي هو عمري تقريبا من ساعه ما اتولدت. وانا بحب الاكل جدا طبعا زي كل الناس، بس الفرق ان انا يعني شخص مغامر جدا في الاكل. يعني ممكن اكل اي حاجه وما اخافش اجرب اي حاجه مهما كانت غريبه بالنسبه لبعض الناس. فانا من النوع اللي بياكل، يعني ممكن اكل اي حاجه. بس انت النهارده طلبت حاجه يعني بسيطه كده وشرقي. طلبت كفته داوود باشا. بالعكس. وباميه ويكا. بالعكس، انا شايف اللي هو طلبه، خلي بالك، اتس ميكس حضارات. الباميه الويكا دي اكله صعيدي جدا، واللي انا عارفه دي الحاجه ميمي جدته هي اللي كانت بتعملها له. وداوود باشا اعتقد ليها اصول اكتر من حته ثانيه عثمانيه. اشمعنى بقى؟ يعني احكي لنا طقوس كده الباميه الويكا. عايزين تعرفوا اصل هي الكومبينيشن غريب صراحه. يعني باميه ويكا مع انا ما بسميهاش باميه ويكا، بسميها ويكا. ويكا بس. ما امي بتقول عليها ويكا بس. يعني. لا، لان انا اصلا ما كنتش عارف انها بتعمل بالباميه. انا عرفت ده مؤخرا. ما شاء يعني الله بعد عليك. كل ده مش واخد بالك ان هي كانت باميه يعني. لا، انا بصي، انا في الاكل علاقتي بالاكل سطحيه جدا. يعني بحب طعمه، بس يعني ممكن ما كنتش عارف شكله قبل ما بيتقطع عامل ازاي. يعني مره واحد صاحبي كان بيطبخ، كنت في الجامعه، كنت عايش بره، وقال لي هات افوكادو. جبت له حاجه اسمها براسل سبراوتس من الغلط في السوبر ماركت، مش عارف خالص. قلت له عمري شفت افوكادو كامله. يعني ده بشوفها دايما متقطعه في السلطه او في اصلا مش عارف افوكادو فاكهه ولا ما خضار. سالتش ليه طيب؟ اتس فروت. مكتوب عليه، عارف، ويت روز كنت مكسوف اسال، عشان اكيد اي حد هيتريق. يعني انت مش عارف شكلها فكسفت جبت حاجه تانية. محمد، انا بحس دايما ان انت اول حاجه انت عندك سنس اوف هيومر عالي جدا، لكل اصحابك عارفين الموضوع ده، مع ان الناس تشوفك جد جدا، بس بيبقى كامينج من انت مكسوف او خجول في بعض الاوقات، مش طول الوقت. لا، لغايه الساعه 12 بتبقى خجول كده تحول. بس السنس اوف هيومر بتاعك لازسته، ان انت حتى لو عارف انه يعمل مصيبه بيعتبرها انها يعني اتس فاين، حتى لو عمل مصيبه بتعدي انها بتضحك الناس. هزار يعني. صح، الهزار بيعدي. انا لغايه دلوقتي شايفه شخصيه هاديه كده ولا لسه ما شفتش الشخصيه الثانيه. لسه ما شفتش الشخصيه الثانيه. طب انت اكتشفت توتي في حياتك عامه في الكارير بتاعك، بتحب تغامر باكتشاف مواهب جديده ولا بتحب تروح لناس معروفه، فنانين معروفين؟ لا، انا الكارير بتاعي كله مبني على فكره ان انا وناس بنفكر زي بعض، او لينا تيست شبه بعض، بنمد ايدنا لبعض كده ونقول يلا نعمل حاجه. مهما كان الشخص ده ممكن يكون حد يعني عمره ما بان قبل كده، بس لازم يكون حاسس ان الشخص ده مش بس عنده موهبه، بس عنده موهبه وعنده حرفه. لان انا بشوف الموهبه والحرفه وجهين لعمله واحده. ما ينفعش الواحد يكون موهوب بس، لازم يكون فاهم حتى لو بخبره قليله جدا ازاي يبقى محترف في الحاجه اللي بيعملها دي، ازاي يطلع الموهبه دي بشكل احترافي. طب هل البني ادم الجعان الهنجري فور سكسس بيقلقك ولا ممكن تغامر معاه؟ بالعكس، انا يعني
ليه اشتغل مع حد مش جعان او خلينا نقول ما عندوش شغف للشغلانه او ما عندوش شغف انه يطلع لا يعني انا بقول ممكن يبقى قله الخبره مع الشغف يوديك في داهيه. ما هو ما ينفعش يبقى كل الناس، احنا لو let's say ان احنا كلنا اول مره نخش مطبخ ونعمل اكل، لازم يبقى في حد فينا عنده الخبره اللي يوجهنا، يعني حتى لو عندنا افكار حلوه، حتى لو عندنا شغف، بس لازم يبقى في عنصر خبره في وسط عشان كده انا بقول لما مثلا بعمل فيلم مخرج جديد، وانا تقريبا يعني لو انتجت في حياتي اكتر من 50 فيلم مثلا، ممكن يكون نصهم او اكتر من ثلثهم كان مخرجين قدموا عملهم الاول. يعني يمكن عمرو سلامه كتير قوي، كتير جدا، يعني معظم المخرجين اللي اشتغلت معاهم نسبه كبيره قوي، يعني خلينا نقول كانوا مخرجين بيخرجوا لاول مره. بس ما ينفعش يبقى كل الناس جداد، يعني لازم يبقى في عنصر خبره في الموضوع. يعني فيلم اخر فيلم نزل اللي هو بحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، كل الناس، المخرج، الكاتب، المنتجه، شركتي في الانتاج، الكلب برضه عمر يمثل، الكلب طبعا اول مره يمثل بس يعني حتى مدير التصوير اول فيلم طويل يعمله. بس صراحه كان ريسك، كان ريسك، بس مش عارف ليه امنت جدا بالمواهب دي انها محضره كويس قوي، ويعني اثبتوا على الورق حتى انهم قادرين انهم يقوموا بالمشروع ده يوصلوه لبر الامان يعني. فانا حسيت ان الريسك يعني بالنسبه لي ما يخوفش خالص. يعني انت لما بتشوف حد موهوب في نفس الوقت عنده شويه احتراف او عنده على الاقل النيه ان هو يحترف، ده اللي انت بتبتدي تاخد التشالنج ان انت تغادر بيه. بس بفضل يكون عمل على الاقل مثلا افلام قصيره، يكون عمل يعني عنده خبره حاجه خبره يعني بسيطه، بس قصدي مش لازم يبقى حد خبره في المجال. مين بقى من النجوم اللي اكتشفتهم؟ بصي انا اسامي كده يعني خليني اقول ان في نجوم كتير من الناس اللي على الساحه دلوقتي احنا خدنا خطواتنا الاولى في نفس التوقيت في نفس الوقت، يعني في اعمال مشتركه بيننا. يمكن اكتر ناس يعني دايما الناس بتفتكر لي يعني اللي هم كانوا ثلاثي في الاول، احمد فهمي وشيكو وهشام ماجد. لان انا بدات معاهم من يعني عملنا برنامج الاول قبل ما يعملوا اول فيلم، وبعد كده ورقه شفره، وبعد كده سمير وشهير وبعدين بنات العم. يعني فضلنا كده الطلعه الاولى قعدنا يمكن 7-8 سنين في تعاون بينا، وفي نفس الوقت كان معانا عمرو سلامه، وكان معانا في مجموعه كده من الناس زي آسر ياسين، ويعني ومجموعه من الناس اللي هم اخذوا خطواتهم الاولى في نفس الوقت اللي انا كنت باخد فيه خطواتي الاولى كمنتج. يعني كنت اوريدي كاتب وكنت حققت يمكن. دينا الشربيني برضو ابتدت معاك؟ دينا وياسمين رئيس كان اول ورشه تمثيل يعملوها في حياتهم قبل ما يمثلوا، كان فيلم معايا ومروه جبريل كان في الشركه يعني. بس برضه اشتغلنا مع بعض في حاجات لسه في البدايه، يعني كان زي كذبة كل يوم مثلا بالظبط. بعد كده هبته، بس في حاجات كانوا اوريدي يعني عملوها قبل ما يشتغلوا معايا. بس يعني لا، هو صراحه المجال ده فيه ميزه يعني عن الجيل اللي قبلينا. اقول لك ايه، الجيل اللي قبلينا اللي هو السينما الجديده اللي بدات في نهايه التسعينات، كان في فتره ما كانش في سينما تقريبا من اوائل التسعينات لغايه 2001 لما السينما الجديده بدات. فما كانش في تواصل ما بين الجيل اللي قبلهم العظماء اللي كانوا يعني اللي اثروا السينما المصريه في الثمانينات والتسعينات والسبعينات. الجيل ده يعني تقريبا الشغل قل جدا، وبعدين في جيل جديد ظهر بعديها بسنين ما كانش فيه تواصل بينهم. فبالتالي الجيل اللي في بدايه الالفينات ده اخد وقت لحد ما انا بشوف ان يعني ان هم افضل اعمالهم طلعت وهم لسه يعني مش في بداياتهم، مع الخبره ومع الوقت. الجيل اللي موجود دلوقتي بقى اللي هو اللي طالع سنهم في الثلاثينات دلوقتي، لا دول طلعوا مع جيل اقدم، وكان في تواصل وكان في خبرات بتتنقل من جيل لجيل. فانا شايف ان ده دايما بيفيد الصناعه يعني. طب دلوقتي انت في سمعه بيقولوا ان انت دايما في البريك بتجيب لهم كوك دور، دي حقيقه ولا؟ الناس كلها بتقول كوك دور زي بعض، دي حقيقه ولا؟ لا اقول لك حاجه، انا بهزر على فكره بره. احكي لك قصه عن توتي. مره اول عقد مضيناه في حياتنا كان سالك على الاكل اكيد. لا استنى، يا ريت استنى. يقولوا لي واحنا خلاص احنا اتفقنا معاه على رقم يعني يضحك يعني. فقال لهم طب والبريك على مين؟ هو ده انكلودينج البريك ولا كان البريك علينا؟ بس بعدين توت اللي هو ايه، اخر حاجه ببص لها، مش المفروض اقول كده قدام الناس، بس اخر حاجه ببص لها الفلوس. ودي حاجه عجبتني فيه جدا، ان هو يعني مش هو بيبني كارير، بيبدا
خطوات ثابته والفلوس هتيجي بعدين لما ما جاتش يوصل. لسه مستنيين تيجي مره واحده بص يا ريت تيجي. لا ممكن انا ممكن اقول القصه بحقيقه بقى حقيقه اللي هو يعني كمل القصه مكسوف يحكيها. هو احنا كنا قبل ما نروح امضي كنت عازمهم على الغداء في محل سمك كبير وكنا معانا ناس صحابنا كتير فانا اللي عزمتهم ودفعت الحساب وبعد كده رحت عنده المكتب اتفقت على الرقم اللي هناخده كان زودياك وخلصت وكده وانا ماشي كان عنده ضيوف جايين من بره وقال لي بقول لك ايه بس انا عندي ميتنج مش عارف ايه قابلهم في المطعم الفلاني اقعد معاهم بس واسليهم وبتاع وانا هعدي عليكم بعد كده ايه تعشيهم على ما اجينا. فمحمد انا غديته ورحت مضيت ورحت ايه خدت ضيوفه نقعد ايه قعدنا في المطعم عشيتهم. محمد جه بقى تعبان يا عيني بالتصوير باين وجاي قاعد سلام عليهم بص بصراحه انا مش قادر اقعد فاستمتعوا انتوا انا اقابلكم بكره. بس هو ماشي قلت له محمد كده الغدا الصبح وعشاء بالليل الفلوس خلصت الاجره بتاعتنا خلصت عشان العربون بس الفلوس كلها مش عربون كده العربون كله خلص. بس كانت احسن حاجه في حياتي بجد. نرجع للحاجه ميمي كانت بتاكلك ايه بقى؟ هي اللي مربياني على فكره طبعا يعني اكيد يعني طبعا اهلي وامي وابويا ويعني الضلع الثالث ده هي جدتي يعني هي صراحه يعني جدتي يمكن جزء كبير من طفولتي عندها في البيت ومعاها وطبعا في وسط اهلي كل حاجه وهي كانت بتحب قوي تعمل الكفته داوود باشا بالصلصه الطماطم والويكا مع بعض. مش عارف ما تسالنيش ليه وبتحطهم يعني على بعض ولا ده لوحده؟ لا ده لوحده وده لوحده بس مش عارف ليه لازم تقدمه على سفره يعني ده لدرجه ان في واحده ست يعني كانت لسه صغيره في السن لما كانت جدتي عايشه يعني وكانت هي اللي بتطبخ معاها وبتساعدها وكده في البيت وهي لحد دلوقتي معايا يعني اكتر عايشه طبعا بالظبط تحيه عايشه انا بخاف منها انا بخاف منها اكتر من 30 سنه اكتر من 30 سنه ولا يمكن 40 سنه ولحد دلوقتي اليوم اللي بتعمل لي فيه الويكا لازم يبقى فيه كفته دودة. فانا دايما بحاول افتكر هو ايه اللي خلى الموضوع ده مرتبط بعضه بس ما في يعني يمكن بتاكل الويكا بالعيش ولا انا ما اعرفش هل في صله بين الاثنين لا ما فيش اي صله عشان كده انت بتاكل الويكا بالعيش صح بس هم يبقوا حلوين مع بعض يبقوا حلوين مع بعض انت عارف انا ابويا صعيدي فامي دايما بتحب تطبخ حاجات صعيديه فدايما الويكا دي كان شيء متربيين عليها واللي بتاكلها زي الملوخيه وبالطشه بتاعت الملوخيه وبتقعد الطشه داوود باشا بتاكل حاف كده ولا بتاكل بالرز طبعا بس انا ما بحبهاش بالرز بصراحه. انا ما بحبش اي توماتو صوص على الرز مبدئيا كده. انا اول مره في حياتي ادوق الويكا واعمل الويكا دي اول حاجه. هو عامه في البودكاست ده كميه الاكلات اللي طلبت مني عمري في حياتي ما عملتها فهي اتس تشالنج يعني زي ما انت كده بتشالنج نفسك بناس جديده فانا اتشالنج نفسي باكلات جديده بس انا دقتها وشكلها طعمها هيطلع لذيذ. عرفتي ازاي الطريقه؟ عرفت بقى قعدت ابص على اليوتيوب وسالت بقى المواليد اللي هي واحنا معانا من زمان بقى برضو من الصعيد وكده عملت شويه ابحاث طلع الموضوع سهل جدا. ايوه سهل هي سهله جدا بقى بس الصعوبه في السهل. انا نفسي اتعلم طبيخ انا سهل جدا. تعالى بقى لا ادي دروس لو سمحت يعني انا ببلاش. شخصيه حازم في السينما التعبان اول فيلم اكتبه في حياتي ده تحفه فيلم. كان في مشهد ان هو بيطبخ فيه ياسمين على شيحه عشان بقى هو بيحاول بقى يبرسها يظبطها يعني مش عارف ايه فيعني بيطبخ بقى وطبعا في سبونسر كان امريكانا كوكي فراخ كوكي طبعا احنا بنقول اسماء عادي فواضح ان انا كان نفسي من زمان ان انا اعمل كده ان انا يبقى انت عارفه ان هو اقول السر ايه حازم في السلم والتعبان هو محمد حازم في الحقيقه يعني هو خليط ما بيني وبين طارق يعني انا وطارق لو ضربتنا في جزء كبير منه. الفيلم ده نجاح مرعب واحنا صغيرين يعني. انا كنت انا عمري ما بعيد الفيلم انا بتفرج عليه كتير قوي كان معلم فينا يعني. ولما اقول لك بعد مثلا لما اتعرفت بقى على حفظي في 2010 2011 وبعد ما بقينا اصحاب قوي قال لي انا كتبتك من 12 سنه قلت له مين؟ قال لي احمد حلمي في السلم والتعبان. فعلاقتي انا وهو بجد ايه علاقه احمد حلمي وهاني سليمه في السلم والتعبان. انا توتي على طول بتكلم عنك على طول والله لا بالخير يعني ما تقلقش معاها بالخير دايما بالمواقف الحلوه والضحك وكده يعني اتمنى كنتش بتحكي كل حاجه بس لا ما تقلقش في فلتريشن. انا هجيب بقى الشوربه ناكل الشوربه سمعت ان انت دلوقتي بقيت تغير فكره البريكس في مصر
وان بدات تعمل اللي هو بدل البريك يطلب تعمل بوفيه زي ما الناس بيعملوا بره. انا عملنا ده في فيلم احنا كنا لسه بنصوره من الصيف اللي فات. اوكي. والفيلم ده عشان كان انتاج مشترك فيه اجانب كتير في الكرو. كان في ناس من النمسا وناس من فرنسا ويعني حتى ممثلين مش بس كرو. اوكي. فهم طلبوا منا واحنا قررنا من نفسنا ان احنا برضو هنعمل بوفيه كل يوم الناس كلها يعني زي البوفيهات اللي بنشوفها يعني بوفيه محترم يعني بوفيه اكل يعني كنا في اوتيل ساقع وكل حاجه وحلو كانك يعني كان في شركه او حد يعني كيترينج بييجوا بقى يرصوا الترابيزات مع الانتاج وكده وتيجي العربيه بالاكل السخن يعني يترص على البوفيه وكل حاجه والناس تروح تاكل تغرف براحتها ومش عارف ايه وكلنا قاعدين جنب بعض من اول المخرج لحد يعني اي حد شغال في الفيلم في الكرو كلنا قاعدين على ترابيزه واحده كبيره بناكل مع بعض وده كان كمان بيعمل روح حلو الصراحه طبعا. يعني مش بس طبعا في ناس بتفضل نظام يعني ده مش سهل قوي يمشي مع كل انواع الانتاج في مصر يعني لان في ناس بتفضل فبس انت شايف ده الاصح بالتالي؟ انا شايف ان ده اللازم طبعا يعني كل الناس كلها تقعد تاكل مع بعض يعني انا فاكر فيلم الاقصر لما رحنا كان كده برضه كان كده صح اول يوم بس انا وانت فطرنا اكلنا في الاوضه المخرجه قالت لي انت ليه ما نزلتوش اكلنا معانا صح فقلنا فقعدنا انا وانت بعد كده ناكل معاهم كل مره. I think it's a very nice idea بلس كمان اعتقد هتوفر كمان اوفرول يعني هي مش شرط تكون اوفر بس هي ألذ في يعني وكمان بحس ان فيها حميميه اكتر كده انك تقعد تاكل مع الناس على ترابيزه واحده يعني بتبقى. عمرك فكرت تعمل حاجه زي الكيتشن دراما الجونرا الجديده اللي بقت مكسره الدنيا؟ انا شايف ان السنه اللي فاتت كان عندك توسكاني عندك هانجر عندك ذا منيو افلام كسرت الدنيا اللي بيسموها كاليناري سينما او سينما عن الاكل بالظبط. فكرتش تعمل حاجه كده؟ بالعكس نفسي والله نفسي يعني بس المهم القصه تبقى يعني الهدف دايما انك تعمل قصه حلوه وتمتع بيها الناس فلو لقيت قصه فيها ده يعني مش هبقى متردد بس لو القصه حلوه. في ناس على فكره بتروح يعني في اوروبا بالذات يعني في شركات توزيع بيقولوا لي لو عندكم افلام يعني انا ما بشوفش ده من العالم العربي خالص بس النوعيه دي من الافلام بتتباع كويس قوي الكولونري بتتباع كويس. طب ما يلا يا محمد يلا يا محمد انت انسب واحد يعني الموضوع ده نطبخ ونعمل صح. مين اكتر واحد من اصحابك بتاكل معاه يعني دايما مرتبط بيك بالاكل؟ والله احنا اكلنا كتير مع بعض. احنا اكلنا كتير مع بعض نشوف حد غيرنا وانت عشان احنا عملنا كتير مع بعض نذكر اسماء ناس تانية. انا يعني علاقتي باصحابي بجد في نسبه كبيره منهم يعني الاكل هو الحاجه اللي بتجمعنا في الاول حتى في السفر يعني نسافر مع بعض هناكل فين نبقى الهدف من السفر ان احنا نروح نجرب الاكل في اماكن مختلفه ومدن مختلفه واكل الشارع واكل الاماكن النظيفه كل حاجه. انا فاكر سفريه لندن اول مره انا وانت نتقابل في لندن كان عندنا ميشن اللي هو في حاجات في اكل يعني اكله مثلا في اكله معينه في كل مطعم لازم نروح كل مطعم ناكل الاكله ديت فكان عندنا قبل ما ننزل نسهر بالليل ونصيع ونرقص وبتاع لا نروح ناكل اللوبستر مش عارف ايه في سكاليني نروح مش عارف ناكل ايه في فكنا بنبتدي اليوم بالاكله اللي احنا عايزين ناكل وجبه واحده بس معينه ناكلها عشان هي دي الاكله الصح بتاعت المكان الصح. مش عارف دلوقتي حاسس ان الاكل ما بقاش هو الموضوع. انا بقيت احب اطبخ في البيت او اكل حد عندي في البيت. انا بقيت احب البيت اكتر بصراحه. ايوه يعني بقيت بس رمضان بقى بيرجعنا الاكل تاني يعني الاكل البيت برضه اكل البيت يعني انا مستحيل في رمضان اكل بره البيت مستحيل. يعني انا بحب اكل البيت جدا عامه يعني بحب العزومات تكون في البيوت اكتر ما تكون في الاماكن العامه. انت ليك دايما في عزيمه بتاعت كل رمضان كل بتاع عند امي انا عارفها انت ما تفوتش دي اساسي الرواق اللي بتعمله الست الوالده بجد احلى صينيه رواق اكلتها في حياتي والملوخيه دان. بس طبعا يعني النهارده متحمس برضه. متحمس النهارده؟ سو هنتفتح ولا عادي؟ نساعدك طب ممكن لسه قدامنا شويه دي حاجه سودان شويه طب ممكن نقوم نغرف معاك يعني مش لازم ممكن بس تساعدني نشيل الطبق ده شور نشيل ده ونحط ده اوكي لسه دوره ما جاش ثانك يو. عايزين ليمون بقى محتاج ليمون. مين اكتر واحد بياكل في اصحابك؟ مين اكتر واحد بص انت عارف اللي بيحب الاكل قوي سبحان الله المنتج صديقي هاني اسامه دايما بيحب الاكل قوي. هاني
اي سفريه، واحنا كنا بنسافر كتير قوي مع بعض يعني. فعلا كنت انا عمري ما اخد اي قرار له علاقه بالاكل، يعني لازم هو اللي يختار المطعم، ولازم هو اللي يطلب، ولازم يعني تمشي وراه عمياني كده. في ناس لا وبيسيبنا وينام. يعني في ناس كده. طارق الجنايني بيموت في الاكل بيموت بس لا بس بحب الجابانيز وبحب السوشي وبحب حاجات. طارق مش سهل تاكله، طارق في حاجات كتير ما بيرضاش ياكلها. حقيقي. عندك ممدوح سبع مثلا ليه اوقات معينه، يعني ممدوح ايه بس ممدوح بيحب ستريت فود اكتر يعني، مش فاين دايننج. لا وفي اوقات معينه كده يجوع جدا، واوقات ثانيه ما يبقاش طايق الاكل يعني. فانت من نوع برضو ايه يعني، ممكن تقعد يومين ما تاكلش بعدين تيجي تاكل، صح مش كده ولا ايه؟ توتي يقعد يومين ما ياكلش ممكن. هو ما بيشوفنيش انا بقول لي يا جعان، ما عشان انت انا بجد مش قادره افتكر مره قابلته بالذات بقى ايام التصوير كل يوم انا جعان. لا بس بيجي برضه هيحصل لي كده برضه بعد لا بس خلي بالك انا باكل، ببقى عايز اكل كتير بس باكل قطمتين وخلاص يعني، عمري ما اكمل طبق يعني. المدفع ضرب ولا لسه؟ المدفع ضرب. احنا هنا بنصور ريل يعني. عايز ليمون؟ عايز ليمون؟ ادوق الاول وبعدين اقول ماشي. والملح والفلفل اهو. دي اكشلي شوربه نخاع والله. It's very healthy for your bone marrow. bone marrow. bone marrow. قلت bone marrow صح؟ لا عادي. احنا بنسيب الحاجات دي، احنا بودكاست. بودكاست نغذيك بقى قبل دخلة رمضان. بود هب. نعم. انت قلت ايه؟ نغذيك بس. مش حاجه. نغذيك. لا بس حاسس ان انا في معمل مش عارف ليه. حاسس اني في معمل فلاسك. والله رجعت لايام المدرسه كيمستري كلاس. ايوه صح. تجارب. انا اسمع مثلا ان حاج محمد السبكي بيحب يمضي الناس على عشاء. يعزمهم على عشاء وعشوه جامده وبتاع، واسمع كده ما اعرفش مش ده حقيقي ولا لا. انت عندك طقوس تمضيه ناس؟ انا مره واحده كنت همضي مع فيلم، لا مره مضيت مع فيلم بالفعل وبعدين ما كمل للاسف ما كملناش. ومره كان على العشاء برضه. مره برضه كان في نجم كبير كده عنده في البيت زمان، كان من 20 سنه مثلا، ورحت له البيت كان عايز يحكي لي مش هقول انهي فيلم او انهي نجم عشان ما يتضايقش يعني. اتعمل الفيلم؟ اتعمل بقى من الافلام يعني اتعمل منه اجزاء. ليه مهم. فقعدوا يحكوا لي الفيلم ان انا المفروض هكتبه يعني مشهد بكل جمله حوار، لدرجه ان انا قلت لهم انتوا مش عايزين كاتب، انتوا عايزين حد يعني تايبست. انتوا عايزين حد يعني. بس طبعا ما قلتهاش بطريقه بايخه يعني. وقعدت وانا بحبهم هم الاثنين على فكره، بحب محمد سبكي وبحب النجم ده تامر حبيب. طبعا تامر حبيب بحبهم هم الاثنين، فما اتضايقتش طبعا، انبسطت بالعكس وبسطت ان الفيلم بقى فيلم ناجح جدا. 3 اجزاء معروف يا جماعه بالظبط. اي حد هيبقى عارف يعني. الا انا طبعا فاشله جدا. مش عارف احسن. انا فاشله شويه. ده عمر وسلمى اكيد، انا متاكد ده عمر وسلمى. صح. طب ده حاجه بالعكس، ده حاجه جميله ان هو الراجل كان عارف بالظبط هو عايز ايه. لا ودي على فكره عشان كده طارق. انا بشوف ان هو يعني من الناس اللي عندهم القدره انهم يعملوا كل حاجه يعني. تامر نتفق ونختلف عن النتيجه، بس في الاخر يعني هو عنده طبعا كبير والناس كلها بتحبه يعني. عنده فعلا عارف هو عايز ايه. انا بحس بقول تامر ربنا صارف له. ده حقيقي صارف يعني مهما حصل. وانا بحبه على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني طبعا يعني. ربنا صارف ليه حب للناس اعتقد. طب مين اللي اشتغلت معاه كتير لسه يعني زمان ولسه مكمل يعني؟ حد اكيد في حد بالنسبه لك فيفوريت كده كنجوم ولا يعني؟ انا يعني صراحه في يعني كذا حد. عمرو يوسف، النجم عمرو يوسف طبعا. بنعمل فيلم دلوقتي، عملنا عملنا فيلمين قبل كده. فنانة منى زكي طبعا عملنا كذا حاجه مع بعض، حاجات سواء انا كنت كاتبها او زي فيلم اسوار القمر او رحله 404 كانتاج. ويمكن حاليا يعني انا احد منتجي او مشارك في انتاج فيلم الست اللي هو ام كلثوم برضو بمنى زكي. برضو عندنا مشروع ثالث او رابع ان شاء الله نعمله. كان في قبل كده اصحابه الأعز برضو منى، فيمكن من الناس اللي انا اشتغلت معاهم كتير. نفسي اشتغل اكتر مع ناس زي منى شلبي مثلا. بحب منى كممثله جدا وصديقه انا بسمع انها لذيذه قوي. طول عمري نفسي اشتغل مع كريم عبد العزيز مثلا، ما اشتغلش معاه خالص. مع اننا اصدقاء وحاولنا نشتغل مع بعض كتير. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن تشتغل مع ماجد الكدواني وتاخدني ان شاء الله امسح العربيه. استاذ ماجد ده من الناس اللي يعني استمتعت جدا بالشغل معاه كتير بصراحه. عملنا يمكن 4 أفلام مع بعض حاجه كده.
طبعا من الناس اقول لك انا بالنسبه لي ماجد الكدواني مره حفظي قال لي ان انا معايا عندي مهرجان كده تعالى كنت ممثل خالص وانا كل اللي تخلص اصدقائي واصدقاء حفظي وانا شله واحده يعني كلهم عمرو يوسف ومنى شلبي ودره ونيلي كل الفنانين وآسر ياسين كل دول اصحابنا تايسون وكل دول اصحابنا ودايما كل يوم بنسهر اتليست 3-4 مرات في الاسبوع مع بعض ففكره ان انا نجم وايه ده فنان وبتاع وعايز اطلع اجري وراه مش موجوده خالص لغايه ما رحت معاه يوم المهرجان ما كانش قاهره كان جايزه كانت حاجه كده درج يوم واحد وكان استاذ ماجد بيقدم جايزه احسن ممثل انا اول ما شفته كنت قاعد جنب حفظي قلت له حفظي انا بليز انا محتاج تعرفني على الراجل انا بحبه حب غير عادي وفعلا وراح قال له بص ده صديقي وهو طالب مني نتعرف عليك ان هو بيحب حب غير غالي ولما قعدت مع تايسون وبقى صاحبي قلت له انا قد ايه بحب ماجد الكدواني قال لي انا اشتغلت معاه بس كان وقتها لسه ما كانش لسه عمل تراب الماس قال لي انت عارف الاحساس اول مره اقف قدام ماجد كان ايه؟ ان حد ياخدك من ايدك وبيطوف بيك الكعبه قال لي شوف السلاسه وراحه النفس اللي انت هتحس بيها دي هو بالظبط نفس السلاسه وراحه النفس انت بتشتغل مع وانت قدام ماجد الكدواني هتلاقي نفسك بتحس بالمنظر ده حاجه كبيره للاستاذ ماجد الكدواني طبعا وتايسون برضه حاجه كبيره تايسون اخويا تايسون بالنسبه لي اكتر واحد اثر في تكوين شخصيتي كبني ادم ممثل يعني هو اللي رتب لي دماغي يعني لما بتزنق بدل ما تتزنق تروح تفتح كتاب انا بتزنق اكلم تايسون شوف تايسون هيعمل ايه بقى يعني لو انت يظبط لك دماغك هو شاطر قوي فوق العاده من الناس الواحد يعني حظه حلو ان هو يشتغل معاه ويبقى صديقه حتى مش بس هو لذيذ صراحه تصوير عظيم طب عايزين طبعا انا عارفه الشرب دي اصلا ما بتعملش حاجه انا عجباني الشوربه الصراحه لا بس كتير انا مبسوط انكم قاعدين ترغوا وانا قاعد باكل يعني كملوا كلام اول حد توت ترغي وهو بياكل دايما بيعذبهم يقعد يسالهم في اسئله وهم بياكلوا صح زوزو مش محتاج يسال عارف كل حاجه اسمعوا لي يا جماعه حفظي اكتر انسان في العالم قلت عليه اسماء فاحد الاسماء زوزو اسمه زوزو عادي فزوزو انت بالنسبه لك اكل الشارع عامل ايه معاك يعني بتاكل ايه في الشارع بتحب ايه اكتر حته بتحب تاكلها في الشارع متربي في الشارع مش قصدي يعني بس يعني انا يعني قعدت كتير باكل في الشارع وانا صغير محمد ابن الناس الكويسين ارجوك ما تقولش انا متربي في الشارع بس محمد ابن الناس الكويسين يعني قصدي ان انا يعني كلت مثلا في عربيه الفول بتاعت حسني اللي في جاردن سيتي وانا طبعا مش حسني اسمه اقول لك اسمه ايه محروس حسني بتاع المعده ايوه لا انا بص انا في واحد صاحبي يعني الله يرحمه هو توفى قريب يعني بس انا كنت تقريبا كل رحمه الله خالد كل يوم خميس وجمعه كنت بات عنده فهو كان ساكن في شارع احمد عرابي في المهندسين وهو صغير وكان في عربيه اكل كده على ناصيه الشارع في شارع احمد عرابي كنا كل يوم نروح ناكل برجرز بقى وكبده من عندهم مش عارف ايه وكان في حي كده اسمه الصحفيين حي الصحفيين ورا يعني هي منطقه حلوه جدا بس وراهم منطقه شعبيه شويه فكنا بنروح في محل كشري كده كان انا فاكر كنا تقريبا كل يوم خميس كنا نروح ناكل اسمه ايه مش فاكر الاسم المحل بس كان كشري بتاعه عارف اللي هو كشري عمرك يعني كلت كشري في كيس؟ ما اكلتوش في كيس لا ايه الفكره يعني في الكيس يعني بس فاكر المرقه بتاعت السلطه اللي كانوا بيسموها ويسكي حطوها في كوبايه اللي هي المرقه بتاعت السلطه بقى اللي هي الدريسنج يعني ميه سلطه مش الدقه يعني ما بنتكلمش عن دقه لا كانت تتشرب كده وبيقولوا عليها ويسكي اكيد وحراقه اكيد في حد هنا عارفها مش انا الوحيد اللي عارفها احنا كلنا عارفينها بنتريق على طريقه مرقه السلطه مرقه السلطه يعني ليك اي خبرات في شوربه كده عشان مش اكل المحافظات في الاسماعيليه لما كنت مدير مهرجان الاسماعيليه سنتين كنت دايما اخد الضيوف ونروح ناكل سمك كان في كذا مكان كده مشهورين بالسمك هناك اكلات السمك طبعا كل مدن القناه يعني مش بس اسماعيليه بس عظيم طبعا بس انا عمري ما اكلت سمك اسماعيليه غريبه كنا بنروح اسماعيليه كتير كلينا هدمك على بطنك الراجل جعان طب اقوم انا اجيب هيتحرق الاكل برضه مش عايزين فيه مشاهدين وكاميرات عايز تبص بصه ندوقه هو تعالى بص وانا واقف صح تعالى بص السلام وكان هذا شهقة الفنان والنجم والأسطورة محمد حفيظ
ده بجد شبهها ولا شهاية كمان شبه 3 شهاية بقت ويكا يعني؟ شهاية ده شرف كبير قوي. شهاية يا مدام بس خلاص. دي انت حاطه النار؟ اللي بتحط النار؟ ايوه طب شيل بقى ده. لا ده مش هتحط النار؟ طبق الحديد ده لا ما يتحطش النار. شفتي بقى سؤالي؟ ده ديكور. الويكا هنا؟ الويكا لا مش هتنفع هنا. ليه؟ مش غويطه قوي يا بنتي اقول حطها هنا حطها هنا يعني طبق كبير قوي. بس تلاحظي ان انت برضه الحلقه دي مفيش حاجه بتجرحك كل القواعد تخيلي كل حد قاعد هنا ولا قاعد انا هنا. بعمل يعني بتخيل كنت عايش لوحدي 4 سنين في لندن كده كنت بعمل احلى سندوتشات. ايه بقى؟ يعني كنت بعمل برجرز بالبوتيتو وافلز مش بالبطاطس. اوه او روست بوتيتو اللي هو الروست المشهوره دي جامده جدا. بعمل بقى عندنا زمان واحده اسمها سليمه في لندن؟ لا في مصر. تعمل سندوتشات عارف اللي هو زي الكلاس ساندوتش توست كده بس 10 ليفلز. لا انت اللي بقى بقول لك ايه احنا بقى نسيبك انت بفرطاتك وبغنوجك بشربتك. تعالى نقعد احنا نشرب حاجه على ما تجيب لنا الاكل. عايز اسالك بقى اخبار الهندسه معاك ايه؟ انت راجل مهندس وفي ناس كتير ما تعرفش ان انت بتروح المصنع 3 مرات في الاسبوع. لا يوم واحد. دلوقتي بقى يوم واحد. بس جت فتره طويله كنت بتروح 3 مرات. لا انا في الاول كنت بروح 5. 5 كنت بروح 5 ايام. انا عرفتك ب3 كان في 3 مرات. لا بس بعد كده بقوا 2 لما مسكت مهرجان القاهره. بعد كده بقوا مؤخرا قلت ان انا مش قادر يعني اقسم وقتي كويس فحسيت ان هبقى صادق اكتر وخليته يوم واحد بس. يوم واحد تروح يوم ايه اصلا؟ يوم الاثنين عاده. يوم الاثنين كريم بيروح اخوك الازهر؟ لا كريم بيشتغل في حاجه ثانيه. حاجه ثانيه هو الوحيد اللي ما بيروحش المصنع. داغر هو المين داغر يعني برضو في الشركه معانا. لكن هو يعني والدي بقى الله يمسيه بالخير هو صراحه هو اللي شايل الشغل يعني صراحه اكتر واحد. الوالد طبعا. تحيه كبيره لاستاذنا وانكل علي حفظي الرجل العظيم الجميل. ايوه طبعا. من ألذ الناس اللي بحبهم والقريبين الى قلبي ودايما بحسه كده ايه زي رول موديل. عايز لما ابقى اكبر في يوم من الايام ابقى بنفس الشياكه واللذاذه ديت والذوق ومحترم. ده حقيقي. طب وهل والدك ووالدتك لما قررت ان انت لا انا هشتغل في السينما واشتغل وده هيبقى ده اكل عيشي المين ساعدكم كل حاجه بس هو ده اكل عيشي السينما كانوا في الاول مرحبين ولا هي ما جاتش كده؟ هي جت الاول انا بكتب فيلم كده مخرج طارق العريان مش عارف افتكروا الموضوع هزار يعني. افتكروا هزار يعني هو يلا مره ويمكن تكمل ويمكن ما تكملش. بعدين بقى في الفيلم الثاني وبعدين الثالث فابتدى الموضوع يخش في اللي هو بقى يعني مهنه مش بس ولما بدات الانتاج هنا يمكن ادركوا ان حياتي تتغير تماما بقى ان انا بقى ده الحاجه الاساسيه اللي في حياتي يعني شركه وانتاج ومن هنا بتهيألي كان خلاص اللي هو ده الاساس عندي ده. ما حاولوش يرجعوك عن قرارك او ما قلقوش مثلا ولا كنت كبير كفايه ان انت خلاص استنى؟ لا كان دايما في قلق من المجال قلق من المجال وقلق من برضو اختياراتي. ممكن تكون الناس بتشوف ساعات مثلا اختياراتي فنيه الى حد ما افلام بتروح مهرجانات افلام بتكسب جوائز لكن هل هي افلام تجاريه هل هي افلام تعمل فلوس هل ده يخلي الشركه تقدر تستمر وتكبر وتعتمد على نفسها ولا هبقى بصرف فلوس ما بترجعش. هو ده كان اللي فاهمه ان انت ليبي كوهين يعني ليبي كوهين ما تخسرش حاجه يعني حتى وانت عارف ان مش هتكسب فلوس يعني بحب فيك ان انت بتغامر في نفس الوقت ما بتعورش جامد. بس عندك لان عندي طريقه ان يعني اعرف بتعرف اقلل الريسك جدا في نفس الوقت يو جو اول ذا واي ارتستيك. واعتقد انت والسبكي غيرت اسباب كبيره من ان انت تخلي صناعه السينما دايره. هو انت مسكت الحته الارتستيك وهو مسك الحته الكوميرشال وغزاها بشكل كبير واستاذ جمال العدلي
في الحقيقه مسك الدراما. حته الدراما لسنين طويله صحيح. لغايه بدايه المتحده ما بقت سنرجي بدات تخش في الصوره وتاخد دور. فانتوا سندتوا الثلاث. مش احنا بس، في ناس كتير والله طبعا، بس بقول في منتجين كتير كانوا يعني فتره كان الانتاج قليل قوي، فضلوا ينتجوا وفضلوا يعني مين من وبعض الاسباب ان هم كان يمكن عندهم سينمات، فما ينفعش يبطلوا انتاج لان صح. السينمات يعني ما هتشتغل. ينفعش تشتغل افلام امريكي بس. صح. طب بسالك سؤال ممكن مش عايز تجاوبه ما تجاوبوش. قول لي. مين المنتجين اللي في مصر اللي اثروا فيك كبني ادم، يعني كونوا منك كونوا شخصيتك كمنتج، يعني فاستفدت منهم او كانوا رول موديلز ان واي انذر يعني او طبعا سيبك بقى من مش هنرجع للزمن بتكلم الناس اللي انت من ساعه ما بدات تشتغل ان هو ناس اتاثرت زي فيهم، يعني نجيب الريحاني والناس العظماء. لا انا بتكلم على حد زي استاذ حسين القله، اللي انا بالنسبه لي كان في فتره الثمانينات والتسعينات وقبل كده كمان من اول السبعينات لحد التسعينات كان قدوه فعلا في الانتاج يعني. أوكي. لانه كان بيعمل مش بس حاجات قيمه، كان منتج دي يد في صناعه الفيلم والنتيجه النهائيه بتطلع يعني دايما تحس انك عارف ان ده فيلم لحسين القلة. في منتجين تانيين طبعا مش بس استاذ حسين يعني، بس انا بتكلم على الناس اللي انا اتأثرت بيهم واختيارات افلامهم. لما كبرت وفهمت مين حسين القلة، مش عارف حسين القلة مثلا وانا عندي 20 سنه، بس لما بدات اشتغل في المجال عرفت وانا عندي 27 سنه ولا 26 سنه ابتديت افهم، بالرغم ان هو ما كانش بينتج قوي ساعتها، كان قلل الانتاج، بس برضو ابتديت اقدر الاعمال اللي هو عملها، وبالتالي وفي طبعا منتجين كان عندهم غزاره كبيره جدا في الانتاج، يعني كان عندهم يعني عملوا مئات الافلام وشركات وتوزيع، وبرضو بحترم تجربتهم لان دول الناس اللي شغالوا الصناعه فتره طويله. يعني ناس زي جمال الليثي وناس زي ابراهيم شوقي وناس، يعني في منتجين عملوا عشرات ومئات الافلام، ولولا الشغل اللي هم عملوه ده اعتقد ان كان في ناس كتير قوي ما كانتش هتشتغل، او ما كانتش الصناعه ما كانتش هتبقى بنفس يعني شكرا ميرسي جدا. شكرا. انا حاسس ان انا في انتظار على فكره انا ضد فكره ان حضرتك يعني تبقي لوحدك اللي قاعده تجيبي وتشيلي وكده، احنا لازم كلنا يعني انا شايف انا معجب مش عشان رجاله يعني نقعد ناكل وبس. انا معجب قوي بالجاكيت عشانك بس، عشان خاطرك بس. انا معجب بالجاكيت الجلد. ميرسي يا دينا. دي شاذة عامل شغل حلو يا شاذة جامد النهارده صراحه. كروكودايل ليزر جريئة. من ابو كام ده يا شاذة؟ من ابو كام ده يا شاذة؟ سامعاني يا شاذة؟ تحب الشطه على الويكا؟ جدا. الشطه في المطلق؟ تحب الاكل مش شطه؟ ما تبقاش ويكا من غير شطه. انا عملت ابحاث على فكره والله. لازم شطه. عايزين عيش. عايزين عيش. نسيت اجيب. لا مش مهم، انا ويكا كده بالمعلقه احلى. مش بتاكلها بالعيش؟ باكلها بالعيش او بالرز ساعات، بس كده الرز نجيب لك عيش. عندنا عيش. لا تمام. عيش يا بلال. في عيش فعلا؟ كفايه شطه عشان عيش مع رز بقى يعني مشويات كتير، بس انا هاكل حاجه ثانيه. هتاكل ايه؟ كفته. طب ما جرب تدوقها. ماشي جرب دوق دي مع الرز. ادي نفسك كده تجربه. ما بحبش توميتو صوص قوي غير طيب جرب. انت اكلت باميه على فكره. مش عارفه بقى الفرق بين اللي انا باكلها ودي، ان هما بيبقوا كبار. الكور الكفته بقى الدود داش بتبقى كبيره بقى، اقعد اقطعها في طبق يعني انت بتحبها تبقى كبيره وتقطعها. كل واحد بقى ليه ذوق. انا كان لازم اسال تفاصيل. احب عايز منك حاجه معينه. بس انا هجربها كده، يمكن على فكره توفر وقت في التقطيع. انا على فكره هي دي اصعب. ليه؟ عشان بتاخد وقت. صح تاخد وقت. صح عندك حق. لسه هتقول لي مش هقعدك على السفره. دي كانت ارنب 5 ايام، النهارده وامبارح عامله فيها اسد. ايه خلاص بقى تقلت وتقول لي انا اللي عايزه ابتدي الحلقه وزيع وترغي مع الضيوف. والنهارده بقول لك لما اغرف لكم انا ولا ايه؟ احنا اللي انت تغرف لك يا باشا. لا انا ممكن مش انا قلت لك كنت بديك فرصتك، انت ليه مش مصدقني؟ صمامات رابعه بس حلو. بس يدوق بس. لا انا مش عايز. لا دوق. مش عايز. دوق بقى عشان دوقت كل انواع الباميه. لا مش عايز. طب عايزين عيش؟ انا عامه متحمسه للويكا دي. عايزين عيش ولا؟ عيش حياتك يا باشا.
عايز الكفته جنبها؟ لا انا هجرب الويك الاول بعد كده الويك هتتغمس بقى عادي. تغمس صح؟ عادي عادي على ودن قطه كده. باشا انت لازم تاكل بدون. لا ما هو في معلقه يا توت بنغرف بيها حبيبي. طب اغلي فيه. طب انت هتاكل صوص مش صوص طماطم كتير، لا نشفيه. انا هو ناشف على فكره، انا مش عامله صوص. يلا حطيه. حلو كنت اقرب لك طبعا. قرب طويل. حلو. ظبطت. بقت ويكه بجد. وعشان حراقه كمان. اديني تشيلي فليكس كده. هي مختلفه اللي انا متعود عليها. ماشي. بس الصراحه الصراحه انا ما اقدرش الصراحه. لا الصراحه حلوه جدا. ايه ده بالياني؟ انت عارف اصعب حاجه ايه؟ لما ما تبقاش دقت الحاجه. انا ما دوقتهاش ما اعرفهاش. بس انا شايفه ان هي يعني نجحت كبدايه. لا الصراحه ناجحه. كبدايه كويس. طب محمد خليني بقى اسالك شويه اسئله كده ايه ظريفه. وجود ايه؟ وجود لا مش وجود ايه. انا عميق برضه. انا شالو باي تشويس انت عارف. شارف صاحبك كلنا. شالو باي نيتشر. باي نيتشر. لا ايه اغرب حاجه اكلتها في حياتك؟ هي اسمها عارف المخاصي. غريبه يعني. بس كانت حلوه. عجبتك؟ يعني بعد ما قدرت استوعب. كنت عارف قبليها ولا كنتش عارف ان هي ايه؟ لا ما كنتش عارف طبعا، لو كنت عارف ما كنتش هاكلها. اتوجعت بقى انت بتقول. لا اول ما عرفت طبعا خضه شويه، بس بعد كده جربتها تاني وعجبتني. طلبتها؟ لا كان بيت حد وقال لي جرب دي، راجل كان صاحب ابويا كده كنا في بيته، اداني طبق كده قال لي جرب. بس انا سؤال، هل ليها فعلا تاثير قوي على الرجاله؟ كان عندي 16 سنه ما كانش فارقه. تمام انا كويس. ما كنتش محتاج قصدي ما كنتش يعني كنتش مش قصدي يعني. طب محمد ايوه طب ايه حاجه كنت حاسس ان انت لا مش عايز اجرب ده ولما جربتها عجبتك قوي؟ هل في حاجه كده؟ المخ؟ انا عمري ما جربت، ممكن اجرب دي. ايه ده انت عمرك ما جربت مخ؟ وانا صغير ما كنتش بحب المخ اصلا. كنت بقرف في الفكره. وبعدين لما جربته وعجبني، لما كبرت عجبني اكتر. فعلا كبرت عامل زي الكبده كده. جربت تكستشر. لا ده مفيش تكستشر ده لا كان لازم اطبخ مخ بانيه. مخ البانيه بس يعني في اماكن تعمله حلو. التكستشر بتاعته عامله ازاي؟ فرول كده شويه بس حلو. جيلي شويه. جيلي ولا مفرول؟ عمرك اكلت مثلا بطارخ شويه؟ بطارخ؟ لا بطارخ الجناين. كنت هقولها بس مسكت نفسي عشان تبعد بقى قرب لي دلوقتي. اقول لك على حاجه. محمد شكرا مشهور في وسط اصدقائنا يعني ان هو ايه من مدرسه الالشون، بيحب القلش جدا يعني. هو مدرسه الالشون فعلا؟ الالشون مش الالشون. فاهم؟ انا بستعير كلماته، هو كل اللي انا قلته لك ده هو اللي قايله يبقى طارق الجنايني. هو مره كان في عيد ميلادي كنا قوي في مكان ما كده. الله مظبوطه جدا. برافو عليك. انا وهو وعزت امين طلبه و لسه بعت لي النهارده والله. عزت جميل. عزت يعني بعيد يقول لي كل سنه طيب، رمضان كريم راجل كده. محترم وجميل هو سوكا ومراته وولاده. فعزت كنا قاعدين انا وهو عزت واحمد فهمي. احمد فهمي الممثل مش المغني، كان داخل علينا لابس جاكيت كاموفلاج وعليه علم المانيا كده. فعزت تقول له استنى بس عجبته خليه مبسوط قوي. ادينا فرصه. بوظت الافيه صح؟ معلش عشان اكمل القصه عشان هي اكيد باظت. هاخد ويكه تاني بعد ما اخلص الجرعه دي. مش عايز ملح ليمون؟ لا كله زي الفل. اتفضل يا توت. خلاص طولت. خلاص احنا لا والله لا قلتها ب 1100 طريقه. الرز بالشعريه كمان. اول ما حد هيضحك باظت الافيه. طب انت مليء بالافيهات، ادينا افيه تاني. لا طب تعالى نساله اسئله تانيه. بسألك انا بسألك انت. اسالنا. يعني مين اصعب حد طبختي له او ابوغ حد؟ لا مش بلاش السؤال ده. طب اصعب حد يعني ككريتيك يعني يقدر مش عاجبه العجب. لا اصعب حاجه كانت في حياتي يعني مريت بيها الامتحان بتاع المدرسه بتاع كوردون بلو. لان هم كلهم فرنش. وكانوا صعبين جدا يعني. انا فاكره الوقت اللي انا كنت بقى من بعديها عمري ما اتوترت. مش الجامعه في سويسرا؟ هي مش في سويسرا ولا لا ما اعتقدش ان الكوردون بلو في سويسرا. في اماكن كتير قوي في كندا وفي طوكيو وفي باريس فعلا. في واحده في فرنسا، بس في واحده بتهيألي برضه في اقول لك فين. كوردون بلو من اكتر المدارس اللي منتشره في كل حته في العالم تقريبا. بس هي مونترو سويسرا.
عندهم في فرع هناك برضه في مونترول بجد؟ تهيألي انا كنت نفسي اروح بصراحه بتاع فرنسا. انت ما تاكلش ليه؟ هناكل. انا هتعامل مع نفسي مش هستنى حد. وقت بقى الامتحان ده انا ايدي كانت بتتعمل كده اهو. وكان الامتحان عباره عن ايه؟ احكي لنا شويه. بتطبخ 2 ديشز، ابيتايزر ومين كورس، وبيبقى عندك عدد ساعات معين، ولو خلصت 5 دقايق متاخر مهما كنت عملت ابتكار انت كده ساقط فعلا. وكان ايه الصنف اللي طبق فيه؟ تصدق انا مش فاكره. لا افتكرت، كانت حاجه تندر لوين كده، وكان تحتيها كذا مش فاكره كذا ميكس، بس انا على ذاكرتي وحشه قوي الحمد لله. طب وانت كان فاكره اللحظه بتاعت كان طموحك ساعتها انك تفتحي مطعم ولا انك تفتحي مدرسه؟ لا ما كانش في دماغي المدرسه دي خالص. بس لما جيت كنت عايزه افتح ريستورانت، كنت عايزه افتح بيكري اكتر وشوكليتير بكونفكشنز، مكان يبقى فيه شوكليتس ماكارون كده، الحاجات اللي هي ما بنشوفهاش كتير كنا ساعتها في مصر يعني. لما رجعت غيرت رايي عن موضوع المطعم، اجلته شويه. حسيت ان هو فول تايم كوميتمنت، ما اتعملش صح ما ينفعش تعمله وتقع، فلازم نبقى جاهزين له. موضوع المدرسه ده جالي لما ابتديت احس ان الناس كتير قوي ما بتحبش تطبخ وبتستصعب ان هي تخش المطبخ، وبالنسبه لها الموضوع ده دمه تقيل، ومعتمدين اكتر على ناس تيجي تطبخ لهم او مامتهم تبعت لهم اكل وكده. فكان التارجت بتاعي ان انا احبب الناس في الاكل، يعني ده اللي بيخليني بحب ادرس، يعني بحب يعني زي ما انت كده بتحب تجيب ناس لسه جديده وبعدين تشوفهم بيكبروا، انا بحب قوي ان انا اغير حياه حد، لان هو ما بيعرفش الفرق مثلا ما بين الثوم والبصل لحد بيخش المطبخ بيحب يطبخ. انا عايز اخد كورس طبيخ بس يكون كلها اكلات تتعمل في اقل من 15 دقيقه، عشان احنا بقينا في حياه سريعه. ينفع طبعا 10 دقايق واكلات حلوه وكده زمان يعني في حاجات كتير بري كوك ميلز تتحط في الميكرويف يعني قصدك ولا لا ممكن تعمل حاجات في ثانيه بسرعه. زيرو على فكره حتى الباستا ما تاخدش وقت يعني. في انا كنت بعمل باستا لما كنت عايش لوحدي، بس كنت بجيب الصوص جاهز. عيب بقى انت تجيب صوص ايه؟ عيب قوي انت تجيب صوص جاهز. عيب. انت تعمل بقى الصوص تحطه في الفريزر. 100 انا متعقد من الفريزر، لان انا كانت امي كانت بتحط كل حاجه في الفريزر، لان انا كنت عايش لوحدي بره مصر. فتجيلي تحط كل حاجه في الفريزر وتمشي، لدرجه ان انا مره بفتح لقيت حته حمام محشي كده محطوطه لوحدها، نص ليمونه مقطوعه وفي نص في طب وليه نص ليمونه؟ من اللي بترمي الليمونه مش فارقه على النص. لا ما ينفعش كل حاجه تخش لحمه مش عارف ايه. مره رجعت انا وابويا في البيت، لقيت الكوبس بتاع الفريزر متشال واللحمه عفنت، في بتاع مثلا 5 كيلو لحمه في الفريزر معفنين. وقعدت بقى انت عارف انا حصل لي الموقف ده موقف وحش قوي. انا رجعت من الساحل في النص كده بس اجيب حاجه من البيت، بفتح البيت لقيت ريحه رهيبه، قلت في فار ميت في الثلاجه. لقيت الثلاجه بالفريزر طبعا بكل بقى اللحوم بالفراخ بكل حاجه رايحه خالص. قفلت الباب وطلعت. كلمت بقى ناس يجوا ايه هم يتصرفوا ولا يعني كنت بصراحه جبت بقى كيس وكده قلت هتصرف، بعدين لقيت نفسي مش هستحمل. لا بس بص الفريزر على فكره بيبقى عملي، بس تحط الحاجه الصح. غرف لك؟ لا انا تمام، انا مش هاخد رز تاني، هاخد من ده عشان دي عجبتني قوي. بردت بس عادي تاكلها برد. بالعكس. طب انت بتحب الحاجه سخنه ولا بارده؟ بحب الحاجه على حسب هي ايه، بس يعني انا بحب الاكل سخن. بس انا لو الاكل بيبرد بتضايق. انت ايه يا توتي؟ انا بحب الاكل حلو. لا يعني تحبه سخن ولا بارد؟ حلو. هو حلو، تحبه سخن ولا بارد ومش فارق معاك؟ ولو بارد بقى وحش. يعني مثلا ورق عنب بحب اكله ساعه. ممكن ورق عنب ساعه. ورق عنب اللي بلحمه تاكله ساعه عادي. بحب اكله ساعه. لا الاكل لو مش سخن مولع ما بستمتعش بيه خالص. انا بحب اكل الاكل حلو. يعني ممكن اكل بيتزا ساعه. لا حلو مش وحش. مستحيل. يعني بيتزا بالليل طلع من لازم تطلع جبنه سايحه لازم تبقى سايحه باشا. انا بشوف ان البيتزا بتاعت تاني يوم احلى من اول يوم، بس لو تحطها في الميكرويف. تحطها في الميكرويف او على الفرن. انما انت بتصحى بالليل ساعات تعدي على الثلاجه تاخد عضه كده من حاجه انا بالليل عضه البيتزا بتاعت بالليل طعمها خطير يعني. انا مره اكلت كيلو. انت بتاكلش ليه؟ مره اكلت كيلو ونص عشان هو بياكل اليوم 4 مرات مثلا. ما بيحبش الطماطم. طب ما تاكلها ساده. مره اكلت، بس انا شايفه انك اكلتها. مره اكلت كيلو ونص لحمه كباب في الثلاجه ساقع. ساقع صحيت من النوم كلت من غير ما اخد بالي. على فكره العيش حلو قوي كمان.
مش انا اللي عاملاه بقى لا حاجه ناشفه جدا بس بصراحه. اختيار برضه، اختيار مفيد. انت مش عايز كفته تاني تكسرها مع الويكا كده انا اكلت بقى خلاص بقى كده. انا عايزه عشان اشوفك إيه؟ وانت بتعمل حركه الكفته دي. انا مع الويكا؟ عشان انت قعدت تقول لي تقعد تفتفتها كده. بس يعني مش في نفس الطبق، دي لوحدها ودي لوحدها. اجيب لك طبق تاني. مش قصدي، لا قصدي مش في نفس الوقت يعني يعني ما بخلطش الويكا مع الكفته عشان يعني دي لوحدها ودي لوحدها. انا افتكرت آه. انت بتكسر دي وبعدين بتحط الويكا والويكا؟ تحط الرز وبعدين تعمل خلطبيطه. خلي فكره هجربها المره الجايه والله هجربها. طب سؤال، ليه الويكا ليه مش الباميه العاديه؟ بتحب الباميه اللي هي بحب الباميه بس الويكا دي كانت يعني حاجه مرتبطه بذكريات. مرتبطه بذكريات وفتره معينه في حياتي. الباميه ناس كتير بتعمل باميه، يعني الباميه موجوده يعني، بس طاجن الباميه سواء باللحمه او اسالك سؤال، طب طنط نهى تفتكر لها اكله هي بتعملها بايديها معينه؟ سؤال محرج قوي لو ما عرفتش اجاوب. يعني مفيش حاجه لو قلت لا تبقى يعني لان هي بتطبخ كويس، انا مش قصدي بس يعني لا طبعا في حاجات في حاجات. ايه اكتر حاجه كنت بتحب تاكلها من طنط نهى؟ في مسقعة؟ لا مسقعة برضو بتاعت عيشة جامدة جدا صراحة. لا أمي بتعمل والله بتعمل حاجات كتير كويس، بس يعني مرة فراخ بانيه مكرونات بتعملها كويس. بتعمل في أكلة مشهورة عندنا برضو المقلوبة الأردني. المقلوبة تحب المقلوبة؟ بحب المقلوبة باللحمة. الملوخية أمي بتعمل ملوخية حلوة. طب أنت إيه أكتر كوزين بتحبه؟ يعني ميال لي أكتر لو هتاكل مصري؟ بحب السوري، بحب الايطاليان والياباني صراحه. الله عليك بتفهم. الاسباني، بحب الاسباني كمان. لا الايجن كله بصراحه بحب الاسباني. بحب الايجن بشكل الاسباني حاجات وحاجات. انا احبه قوي. لا الايجن انا بموت في الايجن بالعكس انا يعني. ايه اكتر حاجه نفسك تفك عليها كده تنزل تروح تاكلها؟ اي كوزين اكتر يعني؟ انت ايطاليان اكتر، دايما بنروح حاجات ليها علاقه ايطاليا. لا وبحب ياباني، يعني رحنا كتير قوي ياباني ورحنا كتير قوي ايطاليا انا وانت. يا راس الايجن بشكل عام سيرو ساسي رحنا سوا، رحنا نوبو. انا على فكره زوما. وبحب حتى يعني الفاست فود المصري، يعني مثلا بحب الفول والطعميه والحاجات دي. بحب كشري بقى وكده. النقطه ضعف الطعميه، ضعف الطعميه والكبده والسجق. دي اكتر حاجه، اكتر 3 حاجات بحبها في حياتي. يعني سندوتش كبده وسجق في مكان كويس نظيف طعمه حلو وحرش ده عظيم. ده سندوتش طعميه مقرمش سخن لا يعلى عليه في الدنيا. بحب الحواوشي والرواق والحاجات المسرحيه دي. انت بتحب اكل مصري قوي؟ مش كله لا، يعني انا في حاجات يعني مثلا بحب الشركسيه، بحب الملوخيه، بحب الاكل المصري. لو هتقسم ال7 ايام بتوع الاسبوع على بس ما ينفعش تاكل الاكل ده كل يوم، يعني ده اكل اللي هو يتاكل يعني ترم عظم. بالظبط. طب لو هتقسم الاسبوع على 7 ايام على كل يوم هتاكل كوزين، هتقسمه ازاي بالايام؟ هاكل يوم الجمعه هتاكل ايه، يوم الخميس ابتدي من يوم السبت. هو انا يعني يوم السبت تاكل ايه؟ الصراحه يعني ما بحبش اتحكم في الاكل قوي، بحب الاكل هو اللي يتحكم فيا، يعني هو اللي يختارني مش انا اللي اختاره. يعني حته تحب تتفاجئ، يعني حد يفاجئني ويجيب لي يعني ما بتحبش تطلب انت؟ بحب كده يعني اللي هو ايه، اسيب الناس يلا احنا النهارده هنروح. يعني ده عيشنا مثلا ما تكلمكش، ما بتسالنيش لا، ومن ساعه ما تسالني دلوقتي بقول لها ما تسالنيش بس ايه، يعني قللي الحاجات الثقيله قوي تقيله واعملي انت عشان بالظبط. بحب اتفاجئ كده، ارجع من الشغل جعان كده افتح الثلاجه الاقيه. بس بقى يعني 35 سنه معاكم فانت اكيد يعني حافظه طبعا. حافظه انت عايز تاكل ايه وانت صغير. بالظبط. احساس حلو قوي لما حد بيبقى بيطبخ لك. انت نفسك حد يطبخ لك؟ يعني انا اليوم اللي باكل فيه عند ماما ده مبسوطه قوي الصراحه. لا انا احساس لذيذ بيوحشني ايام ما كنت ارجع البيت كده الاقي ماما عامله لي اكل. طب انت بتطبخي لمين؟ بطبخ لعيالي. انا عندي 3 عيال، واحد منهم 15 فتينيجر، فده بياكل اكل لوحده. ده اكل كله بروتين بقى وكاربس. ده بيلعب جوجيتسو بقى وبوكسنج وبتاع اسد يعني. بوكسنج وجوجيتسو وجيم، فماما تقول انا جعان لسه عايز لحمه كده. بس ما شاء الله 15 سنه ما يبانش عليها صراحه. يعني لا وهو شكله كمان سو كيوت وتحس انه خواجه كده، ما يبانلكش ان هو يعني ممكن يكسرنا احنا الثلاثه مع بعض يليمنا يعني. عمري ما بقعد انا هو نعمل لحمه وانا باكل حاجه يعني، مستحيل ما بطلعش باي حاجه. والتانيين بقى صغيرين بقى، ففي طبيخ على طول عندنا في البيت. في اكل اللي هو اللايت يعني، عندنا التو اوبشنز. بس احساس ان انت تبقى راجع البيت كده في حد بيطبخ لك. انا كنت متعلقه بجدتي قوي كده زيك الله يرحمها، يعني شكلت فيها حاجات كتيره وهي اللي كانت بتطبخ لي برده على طول. فانا فاهمه موضوع لما تبقى مرتبط بالطفوله باكله معينه. ما عندكش انت الحته انت عندك كده مع مامتك؟ انا بعد ما مامته بتعمل احلى اكل. هو بيتكلم عنها كتير قوي، وبعدين قال لي عايزين احلى اكل مصري كلته في حياتي كان عندها. بقول لك محمد، هو اهل بيته في المعادي وانا كنت عايش في اكتوبر وهو عايش في الزمالك.
ومصنعه في الحلوان. فساعات لما كنت اجي ازور ابويا وامي ممكن اكلم محمد مثلا الظهر اقول له محمد ما تيجي نعمل مش عارف ايه بالليل، يعني هيطنش لو ما عندوش مش عارف حاجه، يقول لي بس عندي حاجه بالليل، انا مجنونش كفايه، فبيبقى عنده عشان تاني يوم شغل، فيقول لي بيحاول يخلع مني ساعات في وسط الاسبوع لغايه ما بقيت شغال انا بخلع منه في وسط الاسبوع. بس عمره في حياته من ساعه ما تعرفته من 15 سنه لغايه النهارده ما قلت له انا امي طبخه كذا تعدي، لو هو جوه في حلوان وراجع بيعدي مهما كان عنده حاجه بعديها، يعني مستحيل يقول لا. مستني ازور رمضان يعني طبعا. امي طب انا هتعزم بقى السنه دي بقى. انت النهارده السنه دي ما عندكيش حاجه عندي، اكلنا خلصنا كده. اكلت انت يا بقى اكلت التنكر ايه اسمها ايه تاكل تنكر 20 حلقه كفايه عشان تاكل تنكر. لا ماشي يا توتي. لا والله فوق الراس انت فوق الراس. شوف استنى بس عليا شويه فوق الراس والله فوق الراس. طب تيجي نشيل الاكل وناكله حاجه حلوه نحلي بقى. بس استنى ما تاكل. يعني انا كويسه هو توتي طبعا خلاص اكل خلاص مش ما بيبصش حواليه. انا اسف على الاسفاف ده بس هنرجع لكم. بصي انا في ما اعرفش ليه ما قلتهالكيش لسه من كل الحلقات اللي صورناها، بس بالتالي يمكن محتاج اقول لك حاجه. لما الناس بيبقوا غاليين على قلبي يعملوا لي حاجه كويسه وبتسعدني بستعير كلمه جدي الله يرحمه. جدي ده كان راجل صعيدي اصيل بيتكلم بالصعيدي، وابويا لما اتجوز امي من ست من القاهره وجابها على الصعيد، فجابها بقى تزور عيلته مراته بقى وتزور عيلته، راحوا عاشوا في سوهاج وبتاع. فلما كانوا يروحوا عند بيت جدي كان يطلب قليل قوي من حد حاجه، فكان امي دايما يطلب منها تعمل له حاجه معينه، حاجه في الاكل يعني. فلما تجيبها له يقول لي كان يدعي لي دعوه يقول لها تسلم ايديكي وعينيكي يا جمره يا بنت الجمره، وبيتكلم صعيدي. فانا احب استعير دي من جدي عليه رحمه الله، وتسلم ايديكي وعينيكي يا جمره يا بنت الجمره. الله يا توتي بقى. لا احرج تسلم ايديكي فعلا والله. تسلم ايديكي بالاكل حلو جدا، وكل الاكل اللي عملته بصراحه انا منبهر. واول مره اشوف حد بيطبخ يعني ويكا وكفته داوود باشا وباميه هو لابس كروكودايل اوتفيت الصراحه. ده في الاخر بس الاول كان لازم تشوفني قبليها بالمرياله والشبشب دي هيطلع كله ريحته توم بس مش مشكله مش مشكله بقى عشان انا بحب البودكاست لازم يبقى في شياكه برضه. انا اتسطلت بالتوم تقريبا كلنا عملت عملت في دماغ توم. طب بصوا يا جماعه دي احلى حاجه حلوه في التاريخ. كلت كل حاجه حلوه في الدنيا، دي بالنسبه لي احلى حاجه حلوه في الدنيا. بسبوسه حلواني الحلميه الساده. حلواني اسمه كده حلواني الحلميه. ابويا يعني اللي عودنا عليها، واكتشفت ان في ناس كتير قوي بتحبها. يعني عندنا 4 أو 5 ضيوف قالوا ان دي احلى برضو حاجه بيحبوها في الدنيا. البسبوسه دي بتاعت الحلواني الحلميه. فالانتاج النهارده لما عرف ان انت اللي جاي قال لنا ايه هندلعه ببسبوسه حلواني الحلميه. بيتكلم عنها كتير الصراحه. حلوه بليز. هي قولي من الاول الضيف هو يقول بقى الاول وبعدين انا اقول عشان ما اثرش عليه. حلو قوي. مش سويت بزياده برضو يعني. لا مظبوطه. بيعملوا حاجه فيها بيتوستوا السميت اللي بيعملوه ده، تحس ان هو توست السمنه زياده عن العادي، والسمنه البلدي لسه زي ما هي. دي حلوه قوي بس انا عندي فيفورت اكتر شويه من البسبوسه دي. يعني صراحه بتاعت ايه؟ بتاعت مندرين كله. دي بالنسبه لي بتعدي. لا عارف ليه بقى؟ عشان التانية طرية بس في نفس الوقت ايه فيها تحميصه كده. ما دي بس دي بقى بالنسبه لي طريه قوي بزياده. طب ما تكونش بقى ده اعلان وما تقولش. لا احنا بنتكلم طول الوقت على اماكن الاكل. حلو. القطاع الاقتصادي بقى يجي يقول لك في غرامه هنا حضرتك عشان لا احنا طول الوقت بنتكلم عن الاكل. يعني طول الوقت. والسيجمنت ده هنكلمك لسه عن الاكل تاني. ماشي. انت مثلا وانت صغير تفتكر عمرك عملت مصيبه في المطبخ؟ لا والله انا كنت لا مره مش في المطبخ، مره وانا في الصاله في الصالون ملهاش علاقه بالاكل بس هي قصه عشان انت بتقول مصيبه. كان اخويا بيلعب عربيه كده بريموت كنترول وانا كنت واقف على كرسي كبير كده فوتيه كده وانا مثلا عندي 5 سنين وانا عايز العربيه هو قاعد تجري تحتيه فرحت ناطط من على الكرسي براسي كده على الارض عشان امسك بتاع دايف. انتحار ده. 5 غرز هنا
5 غرز في راسي. رهيب ده. والعلامه لسه باينه في سكار كده لسه عند حاجبي كده. انت كويس يا حماد، انت كويس والله كويس يا حماد. مش موجود. علامات جمال دي انت عارف السكارز دي. مفيش انت عندك الناحيه دي. انا خايف حاجه عندك الناحية حاجه في حاجه هي الحاجه هي ده بقى اثر الحادثه القديمه دي. انت عارف ان محمد عمره ما اتخانق؟ لا اتضربت يعني مش ضرب يعني. مره كنا في اسبانيا وانا واثنين اصحابي وكنا قاعدين قدام بار مطعم كده مش عارف ايه. واحد منهم ماسك كوبايه كنا نازلين من البيت افتكروا الكوبايه بتاعتهم فبشد الكوبايه من صاحبي راح زقه مش عارف ايه. مره واحده اصحاب البار بالويترز كلهم ينزلوا علينا بعصايات بلياردو ضربوا كراسي. وواحد صاحبي هو يعني اللي كان بدأ الموضوع ده هو اللي اخذ معظم الكراسي. انا اخذت عصايتين بلياردو بس انا اخذتهم وانا مبتسم يعني انا ما يعني انا بتضرب وبنتخانق وانا مبتسم عادي. لو طب اديتهم الكوبايه والثالث راح بقى ايه مش يقف يسد معانا لا راح يجري يجيب البوليس يعني وسابنا. بعد 5 دقايق الموضوع هادي بقى وكده. وبعدين ايه صاحبي اللي كان الثالث ده كان حد قوي قوي هناك يعني في البلد دي وكده بعدها ب3 ايام كان في ميعاد في المحكمه عشان اشتكيناهم في البوليس مش عارف ايه والمحامي بتاعه اشتكاهم في البوليس. ففي ميعاد في المحكمه الساعه 10:30 الصبح. طبعا احنا خرجنا سهرنا قبليها طبعا بالسلامه يا بلد محدش صحي عشان نروح نشهد عشان نروح نقول ما حصلش حاجه عدى الموضوع. بس ده المره الوحيده اللي انا ضربت فيها او يعني بالاصح دخلت في خناقه اتخانقت فيها. وعمري في حياتي ما سمعته بيشتم اول ما فات بقى ما يقول الحمار ما سمعتهاش عمري يعني. بدا دايما البني ادم خلوق عكسي تماما. طيب. انا مش عارف عايزه اعرف يعني. انت عارف ان ساعات بيقال ان انا صوت العقل بتاع محمد في بعض الاوقات. درس العقل. متاكد ان الموضوع ده طبعا لا بهزر طبعا بهزر مصيبه لو انا صوت العقل بتاع محمد كارثه. محمد انت برج ايه؟ انا حوت. اوكي. شخصيه جديده عليا. خلاص قرب 13/3 قرب هتبقى في رمضان بقى كمان اسبوعين. لا شخصيه جديده عليا اول مره اتكلم مع حد حوت اسد. بقى صح انت قلتي اغسطس ولا لا انا اول اسد انا 27 يوليو جولاي. انت اول اسد بجد بس انا ملمسه في السرطان فحنينه شويه بالظبط كده زي 27 برضه نيكوليتا كانت 27 ملمسه في السرطان فطيبه. وفي فرق بين انثى الاسد والميل ولا مش قوي؟ هما فينا نفس الطباع يعني فينا نفس الطباع مش اللي في دماغك والله العظيم ده بس مش قصدي يعني ما علينا يا جماعه. لا اصل هو برج الاسد يعني الناس اللي بتفهم بتحبه قوي. انا بحب الاسد هو بس دايما تقول حد اسد انا والدي اسد واخويا اسد ولا لا اخويا لا استنى عيد ميلاده امتى ده؟ لا 20 حاجه 20 لا حاجه 20 اغسطس لا يبقى اسد. ده عذراء ابويا عذراء انا ابويا عذراء. مين فيهم داغر ولا كريم عذراء عذراء والاسد قريبين من بعض. ابويا عذراء. بس انا طلعت بس انت برضه انت هادي صح؟ جدا هادي في الحقيقه هادي. ليه بجاوب اسئله بجاوب مش عارفه بجاوب عن بيتكلم يعني. طب انا اسالك سؤال كل واحد فينا بيبقى ليه حاجه بت انسباير يعني هم او نقطه الهامك بتيجي زي انت بتكتب طبعا فازاي ايه اللي بيلهمك عشان تكتب يعني ايه الحاجه اللي بتاثر فيك؟ هل مثلا السفر؟ هل لما بتبقى مبسوط؟ هل لما بتبقى زعلان؟ هل اقسم بالله العظيم 3 من حلقتين شيف شربيني النهارده منى الشاذلي قاعده. ازاي فكرت في السؤال ده؟ والله معانا منى الشاذلي في البودكاست. ارجوكم ما تشيلوش الكلام ده يمكن حد يكتشفني يا جماعه. انت منطلق انطلاق غير عادي النهارده. والله العظيم ما بعرف افكر في السؤال. سلام عليك يا سو يا عظيم. بليز ممكن اي سؤال تاني لو سمحت. هسألها نفس السؤال في الاكل. ايه اللي بيلهمك في الاكل؟ وانا ممكن تسالني في اي حاجه في الالهام. انت مش محتاج الهام انت يعني انت ملهم لوحدك كده. انا الهام شيء مهم لا انا الصراحه زمان كان ويمكن دي قله خبره شويه. زمان كان معظم الالهام بيجيلي من الادب والسينما والمسرح يعني من اعمال تانية. بس لما كبرت شويه بقيت التفت اكتر شويه للتجارب الشخصيه
والواقع فيه دراما اكتر بكتير قوي من اي حاجه ممكن تشوفيها على الشاشه او تقريها في اي كتاب. بس ازاي الواحد يقدر يعرف ازاي يحول الواقع ده بشكل يبقى فيه فورم القصه الممتعه والمشبعه على المستوى الدرامي وعلى المستوى العاطفي يعني. ف الحياه بالنسبه لي هي بقت اكبر الهام وازعاج في نفس الوقت. يعني في حاجات عايشين فيها دلوقتي وشايفين دمار وموت وحروب، وفي نفس الوقت بنشوف قصص في وسط السواد ده بتخلي الواحد يفكر ويستلهم ازاي ممكن يواجه اي مشاكل بايجابيه وبصلابه، يعني ازاي الواحد يلاقي الحاجه المنوره في وسط الضلمه. بالتالي ده اكبر الهام بالنسبه لي، ان انا اشوف في وسط يأس اشوف طفل صغير قادر ان هو يضحك، قادر ان هو يعمل حاجه يساعد حد، يعمل حاجه لاهله، او بتعمل حاجه عشان تحافظ على عيلتها واولادها في وسط كل الخراب اللي احنا شايفينه ده. بالنسبه لي ده هو اكبر الهام الصراحه، ازاي الناس بتقدر تلاقي الطاقه في وسط اليأس الكامل. يعني بالنسبه لي دي يعني قلت كلام كبير قوي على الاكل اللي احنا بناكله. لا بس انت بيجي لك لحظات، بس كلنا بيجي لنا لحظات كده من اللي هو يعني مش بتفقد الحته اللي هي اللي بتلهمك. يعني انا بيوصل لي مرحله مثلا بفقد الشغف ساعات في المطبخ. هل دي بتحصل لك؟ ولما بتحصل لك بتعمل ايه؟ يعني انا مثلا بروح اتمرن اكتر، ببتدي اقضي وقت مع نفسي اكتر عشان ابتدي ارجع تاني اتمرني في الجيم يعني ولا تتمرني في المطبخ؟ اركز يعني انا بتمرن كده بس اروح مزوده مثلا تمرين، فابتدي اطلع النيجاتيفيتي شويه، ابتدي مخي يبقى اخش في مود مختلف. هو اهم حاجه لما الواحد يخش في فيز كده ضلمه شويه وكآبه او نيجاتيفيتي، ان ما يحطش على نفسه ضغط. مثلا لو بسبب الشغل، ليتس سي انا الشغل مش ماشي كويس، في حاجه المفروض اعملها ما اعملهاش، اعملي عكس الحاجه اللي انت المفروض تعمليها دلوقتي. يعني انا دلوقتي مثلا لازم انام عشان لازم اصحى بكره واعمل كذا، فاضغط على نفسي ان انا لازم انام، اخش السرير بس مخي قاعد بفكر مش عارف تنام. بالعكس اعمل اي حاجه غير انك تغصب نفسك عن النوم. ونفس الحكايه في الشغل، ساعات لما يكون البريشر تو ماتش وعندك ديدلاينز وعندك مش عارف ايه، ساعات تبقى حاجه حلوه مثلا انك تسيبي الشغل وتروح تعملي اي حاجه ثانيه، مع انه عكس العقل وعكس المنطق بيقول لك لا ده انا لازم الحق ولازم اعمل. بس ساعات لما بتسيبي الحاجه تمشي كده بطبيعتها وما تعنديش، بتلاقي المسار رجع تاني، بتبقى برودكتيف اكتر. صح. انا بيحصل لي الموضوع ده. انا كمان ادم عندي ADHD. لو عملت ده هو ما بعملش غير اللي بيقول عليه ده، يعني هو اللي بيقول عليه ده انا ما بعملش غير كده، وفي الاخر ما بخلصش حاجه. لا بس في الاخر لما بتزنق بخلص. انا لازم كل حاجه بس انا بالنسبه لي I don't pressure myself. لا اخر لحظه يعني بيبقى عندي حاجه ممكن اقعد افكر فيها كتير قوي، بس دايما لازم اسيب ربعها كده في الاخر، اللي هو اول ما اتزنق، واللي هو مثلا ديدلاين معين لازم اقدمه، هيبقى لازم في دايما كده جزء لازم يخلص في ساعتها، ولو خلص بدري ما بيطلعش حلو زي ما بيخلص في ساعتها. بس هو فعلا الواحد لما بيتزنق وبيتضغط وبيبقى عايز يخلص حاجه معينه بحس ان هي ما بتخلص، بتقلب ملل. فلازم الواحد فعلا يفصل، لانك هتبقى برودكتيف اكتر لما تبعد وترجع تاني تلاقي نفسك نشيط. محمد عايز برضو اسالك على حاجه. انت من فتره كنت بتدي كورسات كتير كتابه وبتساعد على انك تطلع جيل جديد من الكتاب. انا شخصيا حضرت سيمينار ليك كان في الجامعه الامريكيه قبل ما افكر ان انا امثل. ازاي هو مش كورس مكثف، هو كورس مضغوط جدا 4 ايام، يومين او 3 كان 3 ايام 3 أو 4 ايام 4 ايام. وبتهيألي ده من اكتر الحاجات اللي فادتني كممثل في ان انا افهم يعني ايه سيناريو. السيناريو ده جاي لي يعني ايه، السيناريو ده حلو ولا وحش، ارك اوف كاركتر يعني ايه ارك اوف كاركتر، يعني المفروض نظرتي للسيناريو للشخص ده حتى لو دوره صغير، ازاي ابدا اقسم مشاهده دي، ازاي اقدر اطور الشخصيه ديت بمشاعر مختلفه ان انا اوصل في الاخر للنتيجه. لو انت لو رحله صعود ابقى انا ناجح، لو رحله هبوط ان انا فشلت. انت شايف ان حاجه زي كده المفروض كل فنان جديد لازم يتعلم سيناريو؟ كل ممثل لازم يفهم ازاي ايه قواعد الدراما وازاي تبني شخصيه. يعني انت لما بتمثل كل ما بتزداد خبره كل ما بتكتشف ان الحاجه الاقل اهميه في ادواتك كممثل هو ازاي انك تقول جمله. يعني فالكتابه بتعلمك
ما هو تحت السطور. ساعات بتعلمك انت بتحاول ما تقولش ايه، مش بتحاول تقول ايه. انت بتقاوم ايه، او انت بترغب في ايه في اللحظه دي بعينيك، مش شرط باللي بتقوله. اللي بتقوله ده صدقني اقل اهميه في كل حاجه. التكست اقل اهميه من السب تكست او من التنشن الداخلي اللي جوه الشخصيه يعني. فهو الدراما اساسا هو يعني الشخصيه ما هي الا اختيارات او behavior او تصرفات تحت ضغط. عارف لو شلت كلمه تحت ضغط دي مفيش دراما يعني. فمعناها ايه؟ معناها ان انت دايما لازم يبقى فيه صراع، لازم يبقى فيه ضغط على الكاركترز عشان تصرفاتها في اللحظه دي هي اللي هتحدد، مش كلامها، تصرفاتها هي اللي هتحدد جوهر الشخصيه دي. فبالتالي الممثل اللي مش فاهم ده او اللي مش فاهم ازاي يقرا النص اعتقد انه هيبقى قدامه تحديات كبيره قوي في النور. انا عارف قريت ليتلي. انا بحب اقرا قوي عن التمثيل، فجبت كتاب من 3 سنين كده بقراه كل شويه تاني وتالت ورابع، اكتر من 6 مرات. واعتقد اهم حاجه اشتريتها في حياتي، اهم حاجه ماديه اشتريتها في حياتي يعني، اسمه ذا باور اوف ذا اكتر بتاع ايفانا تشابك. وهي الست دي كانت مدرسه تمثيل حاليا، هي احسن مدرسه تمثيل في العالم، which is like everybody want to go وانا جو. وكسبت مع بناس عاديه جدا اوسكار، كسبت مع هالي باري الاوسكار. عمرها ما كانت هالي باري، مش ميريل ستريب، بس عرفت تكسبها الاوسكار. ف لما قريت الكتاب الخلاصه بتاعت ال 12 ستيب تو سكيور جريت بيرفورمانس، كلها لها علاقه بالسيناريو، هي كلها ليها علاقه ببنى شخصيه متاخده من القصه، ملهاش دعوه يعني. تحليلي انا بعد ما قريت الكتاب ان كل الممثلين بيحسوا، بس لو انت خدت الدور وانا خدت الدور وهي خدت الدور، ممكن انت تكسب اوسكار وهي تكسب بوكس اوفيس ونفشل. واحنا احنا الثلاثه بنعرف نمثل، واحنا الثلاثه بناخد نفس الفلوس. الديبند عن ازاي هتبني الشخصيه عشان اللي هتطلع للناس. وانا الشخصيه اهم من انت تحس بالمشهد واحده. ومثلا بدايه اول حاجه اصلا بتقول لك في الستبس اوبجكتيف، الراجل ده عايز ايه من الراجل ده جاي يعمل ايه في القصه. اللي بيبقى عندك دايما اوبجكتيف واحد، وده سهل. انا عايز انجح، انا عايز احب، انا عايز اتصدق، انا عايز اعرف حقيقه. لازم جمله، ده المين اوبجكتيف ليكي طول الفيلم. كل مشاهدك انت حاول بتوصلي لده. وبعد كده في حاجه ثانيه اسمها سين اوبجكتيف. السين ده ممكن مكتوب بالطريقه دي، هو قصده حاجه ثانيه خالص. يو اد تو ات، ده كماله كلامك يعني، ان انت تو اد تو ذا سين مع احاسيس ومشاعر مختلفه، ممكن عشان تدي السب تكست. اللي انا ممكن اقول لك ان انا بحبك بس باين عليا كداب. صح. اللي قلت لك بحبك الكلام ده مش مكتوب، مش هقول لك اكدبي، هتفل انت فاهم القصه. فاعتقد كورسات اخدت معاه. لا اخد كورسات تمثيل، واخد تمثيل اكيد، بس سيناريو طبعا وكل حاجه. بس هو يمكن احنا دخلنا في حته تكنيكال قوي. بس هي حقيقيه يعني اللي انت بتقوله. واي حد بيتفرج النهارده كان نفسه يتعرف على الاكل اكتر. انا اسف ان احنا بنكلمك عن احنا الحلقه الوحيده مهنه التمثيل والكتابه، بس احنا الحلقه الوحيده اللي فعلا اتكلمنا على خارج نطاق الاكل. بس في ناس بتبقى بيبقى فيري انترستنج. ناس عايز تعرف برضو حاجات عن حياتهم وعن الفيلد بتاعهم. فاحنا صراحه ما نعرفش نمسك نفسنا، بس احنا ممكن نرجع نلعبه تاني دلوقتي. تعالى بقى نختم الحلقه بلعبه اكشن. انا وهي هنلعب نفس اللعبه معاك. هنلعب لعبتك، بس انا وانت مع بعض نقول اسم حاجه وانا هنقول لك رو ماتيريال فور فود، وتقول بتحب بتاكلها بأنهي طريقه مطبوخه، يعني انجريدينت وبتاكلها انهي ديش بتاع يعني بطاطس فرنش زي الباميه مثلا. اقول لك باميه تقول لي ويكا في الفرن باللحمه بقى كده. ماشي يلا سرعه في الاداء. تفكر على طول. ايوه بحبها كده. ماشي. بسله، صلصه طماطم، بطاطس، بوريه، حمام، محشي ايه محشي فريك ريش او رز ريش ضاني مشويه يعني كباب يعني مشويه رز رز معمر بالحمام. الله. سيباس تشيليان سيباس. تشيليان سيباس مش عارف ليه بقول تشيليان سيباس بالذات يعني، بس هو ليه كده طريقه بالزيت كده بيتعمل بيها في اماكن معينه كده بحب تشيليان سيباس فيها. او سافيتشي فرافير قوي. لا طبعا فرافير. انا فرافير يا جماعه. انا هنقل الحوار برجعه تاني. عدس شوربه العدس بالحتة العيش المقمر ده
في شوربه تحب العدس. بقى تحطه وتطريه ولا تحب تاكله مقرمش؟ احب اطريه طبعا شويه. لا المقرمش قوي ما لا، بس ليمون وشويه فلفل كمون. لا ما انا مش هعملها بقى، انا لا وانت بضيف. بتاكلها لازم تضيف عليها كمون. بجد؟ انا ما كنتش اعرف موضوع كمون. طب جرب بقى المره الجايه. جرب يكون معاها بصل محمر؟ مش محمر، بصل لا هي بصل هتلاقي نفسك مناخيرك بتطلع بصل اخضر. لا بصل احمر بتلاقي نفسك مناخيرك بتطلع حراره. فاهم؟ طيب نرجع للعبه. دورك. اكمل. هو انا بقول لك دورك. دوره مش مشوي بقى، دوره مع السلطه. هو اسمها سلمى. دوره. انا قلت له سلمى. انت قلتي ايه؟ قلت دورك فانت سمعتها دوره بس حلو. دوره دوره. بس حلو حلو. ضروري. أنا كنت متاكد انه هيقول اللي فيه ده بس أنا مش نكمل ونرجع لموضوعنا. قلاش محمد والله قلاش. هذا الشبل من ذاك الاسد. سلمى. كنت هقول سلمى ابو ضيف بس انت قلت سلمون صح؟ سلمون سلمون ابو ضيف. سلمون بحب شخصيته بعد الاكل حاجه بيعمل بيتقل بقى ودمه بيتقل. سلمون لا جريلد سلمون بالزيت والليمون برضو. نايس كده لذيذ في الفرن بقى، ومعاه شويه بطاطس متقطعه دجاع في الفرن. فرن برضه. ايوه بطاطس في الفرن بالالومنيوم فويل كده، ويتغلف ويتحط في الفرن لمده 20 دقيقه، وبعدين انا مش عارف ليه بقى. تمام كويس كويس يا محمد. مره واحده قلبت السدريت ورقه وقلم وكتير معانا يا ست الكل. الحاجه الوحيده اللي هو عارف تتعمل ازاي، فمستغربه مش مين علمها لك. كان في واحده كده علمتها لي شيء معين حاجه متعلق. محمد بجد انت مش نفسي الحلقه ما تخلص والناس قاعده ورا البتاع عادي مش متضايقين، ساعات في العادي المخرج بيقول لي خلاص والتايم وبتاع، الناس قاعده مبسوطه والمخرج بيضحك ضحكه لا ايه كمان وكمان. شكرا يا جلاله الملك والله، شكرا شكرا حضرتك نورتنا والله الجميله دي، وربنا يعني يخلي لنا المونتاج بجد. ربنا يخلي المونتاج. نشكرك واشكرك ان انت حضورك للبرنامج، واشكرك على وجودك في حياتي يا صديقي العزيز. ودايما عندي سلوجان كده بيني ومحمد، لو ما كنتش صاحبي كان فاتني كتير قوي. شكرا يا صديقي العزيز. انبسطت جدا. كان معنا المنتج الكبير والكاتب الكبير محمد حفظي. سلام.